صيغة الاستغفار اللي كان سيدنا النبي بيستغفر بيها. وشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا نستغفر من كام حاجة. اكتبي ورايا واستخدمي الصيغة دي في الاستغفار، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. يعني إيه جوامع الكلم؟ يعني كان بيقول ألفاظ بسيطة لكن معبرة عن حاجات عظيمة وكبيرة. اكتبي ورايا صيغة الاستغفار اللي كان سيدنا النبي بيستغفر بيها. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. صيغة من صيغ الاستغفار اللي كان سيدنا النبي بيقولها شاملة كل شيء. احفظي الدعاء ده واكتبيه ودايما استخدميه في صيغ الاستغفار بتاعتك. وعدي بقى: خطيئتي، جهلي، إسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، خطئي، عمدي، جدي وهزلي، كل ذلك عندي. اعتراف إن الحاجة دي موجودة عندي وإن أنا فعلا بعمل كل ده. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.